في 7 فبراير اللي فات مايكروسوفت اعلنت عن الجيل الجديد لمحرك البحث بتاعهم بينج واللي قايم على شات جي بي تي، والرد من جوجل جه تاني يوم على طول، فاعلنوا في لايف ايفنت عن الشات بوت بتاعهم اللي داخل ينافس شات جي بي تي بورد. بس الاستعجال وحش. الايفنت ده كان مقرر فيه ان هم يعلنوا عن شويه فيتشرز اتكلمنا عنها في حلقه جوجل بتخرج بره الصندوق، وبورد اصلا ما كانش مقرر ان هم يعلنوا عنه فيه، لكن الضجه اللي عملها شات جي بي تي ومايكروسوفت بينج خلت جوجل تستعجل ان هي تعلن عن بورد. واللي حصل ان الديمو بتاع بورد كان فيه اجابه فيها بس معلومه مش دقيقه، وعينك ما تشوف الا النور. الدنيا اتقلبت على جوجل بسبب الغلطه دي، والناس كلها شككت في بورد من قبل حتى ما يجربوه، مع ان شات جي بي تي بيطلع كميه معلومات غلط بالعبيط. لكن اللي كبر الموضوع كده في بورد ان ده الديمو اللي بتعلن فيه عن البرودكت بتاعك عشان تقول ان ده حاجه جامده وداخله تنافس بقوه، فلما يكون في غلطه في الديمو دي حاجه مش سهله. واللي حصل ده خلى اسهم جوجل تنزل بنسبه 7%، يعني خساير فوق ال 100 مليار دولار المفروض تتحط في حلقه بجز عملاقه دي. وده يبين ان دخول جوجل في حرب الاي اي شات بوتس ما عادش اختيار، لا دي بقت معركه وجود، واي تاخير او اي غلطه بتاثر على مكانه الشركه وبتحطها في خطر ما تعودناش ان احنا نشوف جوجل فيه. جوجل بعد الدروب اللي حصل ده بشهر تقريبا فتحوا الويتنج ليست للناس اللي عايزه تجرب بورد، وفي 10 مايو فتحوا بورد للناس كلها ان هي تجربه في اكتر من 180 دوله. وفي مؤتمر جوجل اي او اعلنوا عن شويه فيتشرز تميز بورد عن باقي الشات بوتس الثانيه. فبورد هيدمج الصور مع اجاباته بحيث ان هو يديك تصور احسن للحاجه اللي انت بتدور عليها، وكمان هيخليك تستخدم الصور في الاسئله بتاعتك باستخدام جوجل لينس. كمان هيديك الامكانيه انه يعبر لك عن افكارك بصور زي اللي بنشوفها في ميد جيرني ودال اي، وده عن طريق انتجريشن ما بين بورد وادوبي فاير فلاي اللي داخل المنافسه في المجال ده بقوه. والحاجه اللي هتميز بورد جدا انه يكون شغال مع باقي خدمات جوجل، فمثلا لو بتساله على مكان هيطلع لك الاجابه باللوكيشن من على جوجل مابس، مثلا لو عايزه ينظم لك الاجابه اللي بتطلع دي في جدول عشان يكون شكلها احسن فيعمل ده بسهوله باستخدام جوجل شيت. وتقدر من عليه انك تعمل اكسبورت للاجابه بتاعتك في جوجل دوكس او تبعتها في ايميل على الجيميل. وفي مجال البرمجه بورد عنده القدره انه يكتب لك كود باكتر من 20 لغه برمجه، كمان يشرح لك بالتفصيل اي كود تديهوله او يقترح عليك تعديلات او يحل لك مشاكل في كود موجود. بورد كمان في ميزه لطيفه انه مش بيفرض عليك اجابه واحده، لا ده مع كل سؤال بيديك درافت ل3 اجابات مختلفه تشوف ما بينهم بقى الحاجه اللي تمشي معاك. بورد كمان بيدعم اكتر من 40 لغه، وبيدعم كمان اللغه اليابانيه والكوريه، ودي حاجه تديله قوه انه ينتشر بشكل كبير في اماكن مختلفه. وكمان في دارك مود ودي حاجه ناس كتير بتحبها. بورد كمان فتح للمطورين ان هم يقدروا يستخدموا بورد في تطبيقات تانية عن طريق بورد بلوجنز، ودي حاجه هتخلينا نشوف استخدامات تانية لبورد في ابلكيشنز مختلفه، ودي حاجات صغيره كده ممكن تميزه عن شات جي بي تي. وجوجل بعد ما اتلسعوا من فتحه الصدر الاولانيه دلوقتي بقوا كاتبين ان بورد اصدار تجريبي، وكاتبين تحت كده ان المعلومات اللي بتطلع عن بورد ممكن تكون غلط او مسيئه، ودي ما بتمثلش وجهه نظر جوجل. دخول الشركات الكبيره في مجال الاي اي ما بقاش رفاهيه، ده بقى ضروري ان كل واحد يخش الحرب دي بكل اسلحته عشان يحافظ على مكانته في المستقبل. فمايكروسوفت لعبتها بذكاء شويه ان هي استثمرت في شركه ستارت اب متخصصه في المجال ده وهي شركه اوبن اي اي، بالرغم ان هي عندها الامكانيات ان هي تعمل ده بنفسها، لكن مايكروسوفت عارفه ان هي لو عملت ده بالبروسيس بتاعتها هيتاخروا جدا في السباق ده، عشان كده اختيارهم بالاستثمار في شركه اوبن اي اي كان موفق جدا. وعشان ينجحوا في ده سخروا كل امكانياتهم ليه، فخلوا اوبن اي اي تستخدم مايكروسوفت اجور عشان يقدروا يعملوا هوستنج على سيرفراتهم لحاجه بقوه شات جي بي تي، دي حاجه مكلفه جدا جدا. وبعد كده استخدموا شات جي بي تي عشان يطوروا كل منتجاتهم، الاوفيس بقى وتيمز وبينج وايدج زي ما وضحنا في الحلقه اللي فاتت. جوجل برضو دخلت المنافسه دي بقوه بالرغم ان هي اتاخرت في البدايه، وده غريب شويه لان هي لها السبق في البحث في مجال ال ام واللي هو قايم عليه الشات بوتس اصلا. وجوجل اصلا بتستخدم التقنيه دي من زمان عشان تعمل لك اوتو كومبليت للحاجه اللي انت بتدور عليها، ودي كانت قايمه على انجن هم عاملينه اسمه لامدا، وبعد كده استبدلوها بتقنيه ثانيه اسمها بادم 2، ودي اللي خلت بورد يدي نتائج اسرع وادق بعد كده. وجوجل برضو مسخره كل امكانياتها لبورد عشان تميزه عن اي شات بوت تاني، فمستخدمه فيه خدمات مميزه جدا لجوجل زي جوجل مابس وجوجل لينس. ده غير ان جوجل عندها اكيد افضليه في مجال السيرش انجن والالجوريزم اللي بتقدر ان هي تختار احسن نتائج. المنافسه في مجال الاي اي لسه في اولها، والفتره الجايه دي هنشوف فيها تطورات سريعه جدا عشان كل شركه عايزه تثبت نفسها في المجال ده. لكن من ناحيه ثانيه ده هيكون في مصلحتنا احنا كمستخدمين، لان هيكون قدامنا حلول مختلفه هتسهل علينا حياتنا بشكل اكبر. في النهايه انا احمد سامي ده السايبر، فالكلام ده لو عجبك يعني لايك شير سبسكرايب، مش هقول لك بقى